لو انت من الناس اللي قاعده مستنيه تليفون انفينكس نوت 50 اس وبتسال نفسك يا ترى يستاهل ولا لا، طب هو كويس ولا بلح واي كلام؟ كمان في معلومات وتسريبات ممكن تكون اول مره تسمعها بتقول ان الجهاز المفروض هينزل رسمي في مصر اخر الشهر ده، متوقع بقى ينزل مصر باقل من 10000 جنيه، وممكن كمان نشوف نسخه ال 128 جيجا بسعر ارخص، واللي لو نزل بالسعر ده فعلا حرفيا هيكتسح السوق. عامه كل دي مجرد توقعات، بس انا جاي اوضح لك الحقيقه. هل الجهاز ده يستاهل؟ طب هل في عيوب تخليه ما ينفعكش؟ ولا لو انت ناوي تشتريه تستنى شويه لحد ما ينزل ولا تشتري تليفون تاني؟ تمام، هي دي الاسئله المهمه، تعالى بقى اجاوبك عليها. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن مواصفات انفينكس نوت 50 اس، وهنوضح كمان العيوب، لان زي ما انت عارف مفيش موبايل كامل، لازم تلاقي عيب او اتنين. مهم تكمل الفيديو للاخر لانك هتسمع اجابات لكل الاسئله اللي بتدور في دماغك ان شاء الله. نبدا مع اول حاجه وهي التصميم والخامات والحمايه. اول ما تمسك الموبايل كده في ايدك هتحس انك ماسك تليفون شكله حلو جدا وشيك. الموبايل كمان خفيف جدا، وزنه حوالي 180 جرام وسمكه 7.6 مللي، فتحس انه خفيف في ايدك، وده لان الخامات كلها من البلاستيك، بس نوع البلاستيك كويس مش رخيص. كمان التليفون واخد شهادة عسكرية لتحمل الصدمات، يعني لو وقع منك مش هيتكسر بسهولة. الغريب بقى ان الموبايل بيطلع ريحة لطيفة كده اول ما تفتحه من العلبة. ايوه زي ما سمعت، بيطلع ريحة كده بتفضل موجودة حوالي 6 شهور. حركة غريبة بس ظريفة وحلوة. في كمان لمبة اشعارات في الظهر بتنور لما يجيلك اشعار او تشحن التليفون. كمان الموبايل مقاوم لرذاذ الماء بشهادة IP64، يعني لو اتبل شوية او شوية طرطشة بسيطة مش هيحصل له حاجة. طرطشة بسيطة يعني مش تنزله ياخد غطس او تغسله تحت الحنفية. الشاشة هنا كيرف من نوع أموليد وبحجم 6.78% بوصة. الشاشة كمان بتدعم تردد 144 هرتز، وده رقم صعب تلاقيه حتى في موبايلات ب 15 أو ب 20 ألف جنيه. الشاشة سلسة بطريقة مبهرة، وسطوع الشاشة هنا كمان بيوصل ل 1300 شمعة، يعني تحت الشمس المباشرة هتشوف الشاشة بشكل واضح. الأجمل بقى هو معدل الوميض هنا عالي حوالي 2304 هرتز، وده معناه ببساطة مفيش رعشة في الإضاءة، فهتحس براحة لو بتستخدم الموبايل كتير في الإضاءة الضعيفة أو بالليل. واستحواذ الشاشة على الواجهة الأمامية حوالي 90%، يعني الحواف صغيرة والشاشة باينة. كمان الشاشة على طبقة حماية من جوريلا جلاس الجيل الخامس. يعني بكل صراحة الشاشة دي مش بس كويسة، دي واحدة من أفضل الشاشات اللي شفتها في موبايل تحت ال 10000 جنيه، ودي نقطة بتخلي النوت 50 اس يتقدم على منافسين زي الجالاكسي اي 16 أو ريدمي نوت 14. الشاشة هنا أحسن من الشاشات اللي موجودة فيهم بمراحل. نخش بقى على مخ الموبايل والجزء اللي مستخبي تحت الشاشة، وهو المعالج. الموبايل هنا جايبه معالج قوي جدا، وهو الدايمنسي 7300، وده يعتبر التطوير المباشر لمعالج الدايمنسي 7050، لكن بأداء أحسن في الطاقة والجرافيك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني استهلاك طاقة أقل وسخونة أقل وأداء قوي. المعالج ده 8 نواة، 4 أنوية قوية للأداء العالي بتردد 2.5 جيجا هرتز، وأربع أنوية تانية موفرة للطاقة بتردد 2 جيجا هرتز، ومعاه كمان معالج رسومي قوي اسمه المالي جي 615 MC2، وده هيشغل الألعاب كويس جدا. النسخ اللي نازل بيها الموبايل من حيث المساحة هي 28 جيجا أو 256 جيجا، مع نسخة واحدة من الرام وهي 8 جيجا رام. طيب كل ده كلام على ورق، النتيجة الفعلية وعلى أرض الواقع بقى الأداء عامل إزاي؟ بص، الأداء في الاستخدام اليومي سريع جدا، فتح التطبيقات سريع زي الصاروخ ومش هتقابلك أي تهنيج أو لاج، حتى لو بتتنقل بين أكتر من برنامج في نفس الوقت. ولو بتحب الألعاب الموبايل هيشتغل معاك بشكل ممتاز في الألعاب الخفيفة والمتوسطة زي كلاش مثلا أو فري فاير، وكمان الألعاب التقيلة زي بابجي وجنشن امباكت هتشتغل حلو جدا من غير ما تحس بتقطيع في الفريمات أو تهنيج. وهتاخد في بابجي 60 فريم، وبعد التحديثات اللي اللعبة منزلاها ممكن توصل ل 90 فريم. كمان في ذكاء اصطناعي شغال بيحلل طريقة استخدامك للموبايل، وبيدي أولوية للتطبيقات اللي انت بتستخدمها أكتر، ووقت اللعب بيقفل الحاجات اللي مش مهمة علشان يفضل الأداء كله للعبة اللي انت فاتحها وتاخد منها أفضل تجربة. يعني من الآخر سواء استخدام عادي أو جيمنج، الأداء هنا ممتاز جدا ومش هيغزلك خالص. الجهاز بيحقق حوالي 655 ألف نقطة على أنتوتو، ولو جينا نقارن الأداء الفعلي للمعالج ده فبنلاقيه قريب جدا من معالج سناب دراجون 6 جين 3 اللي موجود في أجهزة زي الموتو جي 75 أو الجالاكسي اي 36. الجهاز شغال على واجهة اكس او اس 15 المبنية على نظام اندرويد 15. الواجهة هنا خفيفة جدا مقارنة بالإصدارات القديمة من انفينكس، ومفيش لاجات او تهنيجات في الاستخدام اليومي، وده بيثبت ان انفينكس عملت شغل كويس في تحسين السوفت وير. في نقطه مهمه لازم تاخد بالك منها بخصوص التحديثات. الجهاز نزل باندرويد 15 لكن هياخد فقط تحديثين رئيسيين لنظام التشغيل، يعني هيوصل لحد اندرويد 17، وده قليل جدا مقارنه بسامسونج اللي بتقدم 5 أو 6 سنين تحديثات في نفس الفئه.
الكاميرات كانت دايما نقطة ضعف واضحة في موبايلات انفينكس، خصوصا في الفئة المتوسطة، لكن في النوت 50 اس الوضع مختلف شوية. خلينا اشرح لك ليه الكاميرات هنا تعتبر نقلة محترمة بالنسبة للفئة. الكاميرا الأساسية بتيجي بدقة 64 ميجا بكسل، والمفاجأة الحقيقية هنا هي المستشعر، وهو سوني اي ام اكس 682، وده مستشعر اثبت نفسه في أجهزة كتير وأداؤه كويس جدا. النتيجة هتكون تفاصيل ممتازة في الإضاءة الجيدة، وتشبع ألوان متوازن مش مبالغ فيه. كمان الذكاء الاصطناعي موجود في كل حتة في الموبايل ده. واحدة من أهم الأماكن اللي بيظهر فيها شغل بوضوح هي الكاميرا، لأن الذكاء الاصطناعي هنا بيساعدك في التصوير بشكل كبير جدا. أول ما تفتح الكاميرا الموبايل بيقدر يفهم لو أنت بتصور شخص ولا بتصور مشهد طبيعي، وبناء على كده هو بيظبط لك الإعدادات بشكل أوتوماتيكي علشان تاخد أفضل نتيجة ممكنة من غير ما تتعب نفسك. كمان تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تقدر تعدل الصور بعد ما تصورها، زي إنك تمسح أي حاجة في الصورة أنت مش عايزها، أو تزود الألوان، أو تعدل الشكل العام للصورة، تغير بقى الخلفية، أو تعمل تأثيرات، أو تعدل الفوكس لو مش مظبوط كويس. ولو بتصور فيديو الذكاء الاصطناعي هنا بيساعدك في تتبع الوجه، وكمان بيظبط الفوكس بشكل تلقائي عشان الفيديو يطلع ثابت وواضح. كمان المميز هنا انك تقدر تصور فيديو بجودة ال 4K بالكاميرتين الامامية والخلفية. نيجي بقى للكاميرا الامامية اللي بتيجي بدقة 13 ميجا بكسل. المستشعر هنا مش قوي جدا، لكنه بيأدي الغرض في الاضاءة الجيدة. الصور بتطلع كويسة، تفاصيل معقولة ومعالجة طبيعية للبشرة. وفي الاضاءة الضعيفة الصور بتضعف جدا وبيظهر تشويش، لكن عموما تقدر تقول انها كاميرا سيلفي شغالة بس مش مميزة. نيجي بقى لواحدة من أهم المميزات اللي موجودة في النوت 50 اس، وهي البطارية. الموبايل بيجي ببطارية ضخمة بسعة 5500 ملي أمبير، وكمان الشحن هنا مش بطيء، بالعكس الموبايل بيدعم شحن سريع بقدرة 45 واط، وبيشحن من 0 ل 100% في حوالي ساعة تقريبا. الموبايل كمان بيدعم الشحن العكسي بقدرة 10 واط، يعني تقدر تستخدم الموبايل كأنه باور بانك وتشحن بيه أي جهاز تاني. وبرضه في ميزة مهمة جدا اسمها باي باس تشارجنج أو الشحن المباشر. الميزة دي بتشتغل لما تكون بتلعب والتليفون متوصل على الشاحن، بحيث إن الكهرباء تروح مباشرة للتليفون من غير ما تعدي على البطارية، وده بيقلل السخونة وبيطول عمر البطارية على المدى البعيد. التليفون بيجي بسماعة ستيريو سبيكر محترمة من JBL. كمان بيدعم كل المستشعرات تقريبا، زي مستشعر المكالمات حقيقي مش سوفت وير. كمان مستشعر الجيروسكوب هنا هاردوير، ومستشعر الاي ار للتحكم في الاجهزة الكهربائية، وخاصية الNFC للدفع الالكتروني، وبصمة تحت الشاشة وسريعة، وبيدعم شبكات الجيل الخامس. والمميز هنا ان الكرتونة بتيجي كاملة. بشكل واقعي مفيش موبايل كامل، وكل جهاز له مميزاته وعيوبه. واول عيب هنا في الجهاز ده بالنسبه لي انه مفيهوش كاميرا زاويه واسعه، ومفيهوش مخرج سماعات ال 3 و5 مللي، ولا مدخل كارت ميموري، ونازل باندرويد 15 وله تحديثين اندرويد بس. عندك سامسونج بتقدم 6 سنين وشاومي 4. كمان شاشه الجهاز كيرف، يعني معرضه للكسر بشكل اسهل، وفوقك من الشهاده العسكريه. واخر عيب هو الانتشار والاحتفاظ بالقيمه حال اعاده البيع، هتلاقيه اقل من سامسونج وشاومي مثلا. زي ما قلت لكم في تسريبات واخبار مؤكده ان النوت 50 اس هينزل مصر اخر الشهر ده، او بالكتير قوي في شهر 8. لو نزل تحت ال 10000 جنيه نسخه ال 256 جيجا اشتريه فورا من غير اي تفكير. لكن لو سعره ب 12000 جنيه او اكتر يبقى فكك منه، لانك وقتها تقدر تجيب الموتو جي 75 او تزود شويه وتجيب الجالاكسي ام 55، وكل واحد فيهم هيديك حاجات اقوى في جوانب مختلفه. الخلاصه النوت 50 اس موبايل مش طبيعي في فئته، بيقدم توليفه قويه جدا من اداء سريع لشاشه ممتازه وبطاريه ضخمه وكاميرات محترمه. لو عرفوا يسعروه صح هيكتسحوا السوق المصري حرفيا، وهيكون منافس شرس لاي موبايل تحت ال 10000 جنيه. وسؤالي ليكم بقى، تتوقعوا ان انفينكس تسعر الموبايل ده صح ولا هتخيش منها؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي، وسلام.